بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية. وانفض المولد وصاحبه غايب. مباراة الأهلي والزمالك بقالنا شهر بنتكلم على مباراة الأهلي والزمالك ونهائي الكاس، وجميع القنوات الرياضية وغير الرياضية، جميع المعلقين والمذيعين والإعلاميين، كل اللي له في الكورة واللي ملوش في الكورة اتكلم عن الأهلي والزمالك بعد المباراة. وكالعادة الزمالك كان أفضل في المباراة والأهلي كسب، ما فيش أي مشكلة. كل المتنطعين والمستفيدين والرياض اللي له في الرياضة واللي ملوش، المهم ياخد من التورتة. حال الكرة المصرية، هل مباراة هي اللي هتحقق آمال المصريين في الكرة المصرية؟ هل الأهلي والزمالك، هل النهائي، هل مباراة كاس هتحقق إصلاح المنظومة؟ أنا رأيي لو كان كل اللي اتصرف على هذه المباراة من دعاية وإعلان وإعلام وقنوات وفضائيات وكل الرياضيين واللاعيبة القدامى واللي ملوش في الرياضة، كنا حطينا جهودنا في إصلاح الكرة المصرية. حسام حسن، الله يكون في عون حسام حسن. أعتقد القماشة موجودة، لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك أقوى ناديين في مصر. هل بالقماشة اللي موجودة نقدر نعمل فريق كرة قدم منتخب قوي؟ الإجابة لا وألف لا. المنظومة إن احنا مدرب بيخفق بنجيب مدرب آخر، والمسؤولين موجودين والناس والدنيا زي الفل. مشاكل كرة القدم المصرية أكبر بكتير بكتير قوي. احنا شفنا مباراة الأهلي والزمالك على أرض المملكة العربية السعودية الرياض، شفنا التنظيم على أعلى مستوى، شفنا الإخراج على أعلى مستوى، شفنا الجماهير على أعلى مستوى، شفنا التعليق، الأرض، أرضية الملعب، المدرجات، شيء فوق الوصف. هو ده اللي لازم نشتغل عليه في منظومة كرة القدم المصرية. لازم يبقى عندنا دوري قوي، دوري منتظم، دوري امتى هيبدأ وامتى هينتهي. الدوري ده بيتلعب على ملاعب، لازم الملاعب نهتم بالملعب من أول دخول الجماهير لحد خروج الجماهير من المباراة. أرضية الملعب، المدرجات، الإضاءة، التصوير، الإخراج، كل عناصر اللعبة لازم تكون مكتملة. اللاعب المصري لازم يكون فيه اهتمام بالنشء، بالقطاع الناشئين، بالبراعم، باللعيبة، المدربين، الخبراء، مخططين الأحمال، المحللين. كل ده لازم يتم الاهتمام بيه يا جماعة عن طريقين: وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة. لازم نجيب ناس فاهمة، ناس بتعرف تخطط، ناس بتعرف تبني للمستقبل، علشان نقدر نعمل نهائي كاس بين ناديين مصريين على أرض مصرية، في حضور الجماهير المصرية، على ملعب مصري، بمدرجات
مصرية بحكام مصريين، ونحقق المنظومة الكاملة في الرياضة ورياضة كرة القدم. كبسولة رياضية تاني وعاشر ومليون يا مسؤولين عن الرياضة المصرية، يا كل اللي راحوا المباراة والحفلة والتصوير والطيران وكله ظهر في البرامج، وكله اتكلم، وكله خد من السبوبة وخد من التورتاية. يا ريت نعالج أسباب تدهور الكرة المصرية. متابعي كبسولة رياضية، كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.